In the dark corner of the cyber world, I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم. بعد ما عرفنا إزاي بنجهز الموديل علشان نعمل الشات بوت، سواء بإن إحنا نجهز التوكن أو نستدعي الموديل من على هاجنج فيس، تعالوا بقى النهاردة نتعلم مع بعض حاجة جديدة هتفيدنا جدا. هنعرف إزاي وإحنا بنكتب البرومبت لأي موديل إن إحنا من أهم الصفات اللي بتوفر فيه لازم يكون البرومبت واضح. Write clear and specific instruction. خلينا نشوف ده مع بعض في الكام سطر الصغيرين دول من الكود. أول حاجة هنعتبر اللي المكتوب ده هو ريفيو أو رأي أحد العملاء، واللي بيقول إن هو استمتع بالتجربة وإن الموضوع كان efficient، وبيصف التجربة بتاعته بإن هي good job. بعد كده هنلاقي هنا في البرومبت F ده الأمر بقى determine the sentiment، حتى يصنفه positive ولا negative ولا neutral للفولوينج ريفيو، وهنقول له هنا إن الأوتبوت يساوي ريسبونس وهيطلعها فيه. هنستدعي البايب والبرومبت وهنطبع البرنت الأوت. خلينا بقى نشوف كده هو هيصنفها إزاي. هنلاقي هنا إن الموديل قدر يصنف التويتة دي أو رأي العميل ده على إنه بوزيتيف، واستند في تصنيفه على بعض الكلمات اللي اتذكرت في التويتة، وهي قال لك إن العميل قال really enjoyed using this، وقال إن هي ديت positive، وقال great job. علشان العميل ذكر ده فهو حلل الكلمات وبناء عليه استند إن النتيجة هنا في التويتة دي هتكون positive. وبكده نكون اتعلمنا جزء جديد من الكود في الشات بوت. هقابلكم في الفيديو الجاي. أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.